في الفيديو ده جايب لك افضل 3 لابتوبات في 2026. لو عايز لابتوب يشتغل معاك جرافيك مونتاج تصميم، انا جايب لك الخلاصه في الفيديو ده. النهارده هقارن بين 3 لابتوبات جامدين جدا في السوق، وهقول لك مين الافضل ومين مناسب ليك كطالب. واول واحد فيهم هو ديل انسبايرون، والمعالج بتاعه انتل كور اي 7، وده معالج قوي جدا، والرامات 16 جيجا رام، وده رقم ممتاز جدا لاي شغل في السوق. وكارت الشاشه RTX 3060، وهو قوي جدا للجرافيك والمبرمجين. والتخزين 1 تيرا SSD، وده سريع جدا عن الهاردات العاديه. حجم الشاشه 16 بوصه، والالوان 100% RGB، والجهاز ده ممتاز للمصممين الجرافيك، وسعره حوالي 55,000، وده يختلف من تاجر للتاني. وبصراحه الجهاز يستاهل، واللابتوب ده ينفع معاك في الجرافيك والمونتاج والبرمجه. وتاني واحد معانا لينوفو ليجن 5، وده المعالج بتاعه نفس معالج الجهاز الاول، والرامات 16 جيجا رام، وده مناسب جدا للالعاب والمونتاج. وكارت الشاشه RTX 3070، وده اقوى من RTS 3060، والاداء اعلى في الاستخدام. ومساحه التخزين 1 تيرا بايت، ودقه الشاشه 2560 في 1990. فاما عن حجمها وهو 15.6 بوصه، وده سعره حوالي 65,000، وده اقوى جهاز في الثلاثه من حيث الاداء والاستخدام، وينفع معاك مونتاج وبرمجه وجيمنج وكمان شغل 3D. ونروح لثالث جهاز معانا النهارده HP 25S، وده المعالج بتاعه انتل كور اي 7، وده من الجيل 12، وكمان موفر للضغط، والرامات 16 جيجا رام، وده رقم ممتاز. اما بالنسبه لكارت الشاشه فده اسمه اللي ظهر قدام، وده كارت مدمج مش كارت منفصل. ومساحه التخزين للجهاز ده هي نص تيرا بايت، والشاشه 15.6 بوصه، وبدقه 1920 في 1080، وده الطبيعي في الفئه دي. والسعر حوالي 35,000 جنيه مصري، وده ينفع معاك في الدراسه والبرمجه والتصميم، ولكن مش هيبقى احسن حاجه في المونتاج والجيمنج. وفي النهايه نعمل مقارنه بين الثلاث اجهزه. لو عايز اقوى اداء فانت هتاخد لينوفو ليجن 5، لو عايز مونتاج وجرافيك وبرمجه خد لينوفو ليجن 5. اما لو انت طالب وعايز لابتوب اقتصادي للدراسه فانصحك ب HP 15S. وفي النهايه لو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وقول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.